بقول لك يا صديقي العزيز، النهارده بقى انا جاي اسالك سؤال مهم جدا. هي كرة القدم بالنسبه لك ايه؟ شورت وفانلة ولاعيبه بتجري وحكم ومدربين والكلام ده كله؟ اقول لك كلامك صح، بس في اجزاء تانية في كرة القدم بقت مهمه دلوقتي. مش هحرق لك اي حاجه، يلا بينا نخش على الحلقه. كرة القدم في عصرنا الحديث بقت تمثل مزيج بين القوى الجماهيرية والإعلامية، والاتنين لا يقلوا أهمية عن بعض. عنصر الجمهور العامل الأساسي في لعبة كرة القدم، والقوة الإعلامية اللي بقت لا يستهان بها في الوقت الحالي، وبقى ليها تأثير كبير في الوسط الرياضي. نبدأ بالقوة الجماهيرية. بتعتمد كرة القدم بشكل أساسي على جماهيرها، لأنها بتشكل العمود الفقري للعبة كلها، والملاعب المليانة بالجمهور اللي بيرفعوا شعارات وأعلام فرقهم. وفي الماتشات الكبيرة الجمهور بيكون عامل قوة كبيرة للفريق بتاعه، وكمان ده بيستغل في أمور اقتصادية كتيرة جدا، بما إنها بقت هي العامل الأول في كرة القدم في وقتنا الحالي، زي بيع قمصان النادي ويافط وأعلام الفريق وكمان تذاكر الماتشات. كل دي عوامل من أهم مصادر دخل الفرق، وتحديدا الفرق الكبيرة في الماتشات الكبيرة والمهمة. وكل ما القاعدة الجماهيرية للفريق بتكون أكبر، كل ما بيشارك في بطولات أكتر، وكل ما بيكسب فلوس أكتر وأكبر من مصادر تانية، زي عوائد البث التلفزيوني وكمان عقود الرعاية الكبيرة للأندية وعوائد المشاركة في البطولات المحلية والدولية. الجماهير بقت مهمتها مش بس مقتصرة على الحضور في الماتشات، لا دي بقت كمان قوة مساندة للفريق على السوشيال ميديا. وهنا بتظهر قوة الفريق الإعلامية، وهي عامل القوة الإعلامية. القوة الإعلامية من ناحية تانية بقت بتلعب دور حاسم في نقل كرة القدم لجمهور أوسع بشكل اكبر، سواء كانت بقى قنوات تلفزيون او صحف او منصات تواصل اجتماعي، لان ببساطه الاعلام هو اللي بيربط بين اللعبه والجماهير في كل مكان، زي القنوات التلفزيونيه للانديه والصحف الرياضيه ووسائل الاعلام الالكترونيه اللي بتشتغل على تغطيه المباريات وتحليل الاداء ومتابعه اللعيبه والمدربين، وكمان بتقدم الاخبار اللي بتهم الجماهير. وفي النهايه لما بيجتمع كل العوامل دي، كل ما بيزود من قوه وشعبيه لعبه كره القدم، لحد ما بقت اللعبه الاكثر شعبيه على مستوى العالم. ده غير ان كرة القدم بين الماضي والحاضر حصل فيها تغيرات كتير على جميع المستويات، من قوانين وخطط وافكار مدربين واساليب لعب وغيرها كتير من التغيرات. لكن التغير الأهم والأكبر كان تحول كرة القدم من مجرد لعبة وهواية ترفيهية للعبة استثمارية هادفة للربح في المقام الأول. واللي ساهم في كده إن الأرباح الأساسية للفرق مش بتيجي بشكل مباشر، وده برضه بسبب تعدد مصادر الدخل للفرق. ده غير الجوائز اللي بتاخدها الأندية، زي مثلا حقوق البث التلفزيوني للماتشات، بيع قمصان النادي، عوائد الإعلانات، عقود الرعاية اللي بتكون بالملايين وممكن توصل مليارات، وكمان بيع تذاكر الماتشات. وكل ده طبعا بيؤدي لزيادة أجور اللعيبة ودفع أرقام بتكون مبالغ فيها. فبس كده يا صديقي العزيز، مش لايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. بس كده كان معاكم أحمد خالد، بس كده سلام.